كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. بهذا الطريق نكون عباد الله إخوانا، بعدم الحسد والبغضاء وبعدم القتل ما بيننا وبعدم الظلم. بهذا الطريق يكون الاندماج ويكون الوحدة، لا بعكسه. لا تنتظر من الناس أن تكون معك إن صلت عليهم أو إن قتلتهم أو إن ظلمتهم أو إن اعتديت عليهم. طريق الوحدة: وكونوا عباد الله إخوانا ببداية الحديث. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، بهذا كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يحقر ولا يظلم، بهذا يجتمع صفنا وبهذا ينصرنا ربنا. لابد أن نعد حتى يهلك الله عز وجل عدونا. كل في مكانه يا أحباب. لا تقل أنا في مكاني ما أملك شيء، لا، تملك أكثر. تملك على المستوى الفردي. أنت بإمكانك أن ترجع إلى الله عز وجل وأن تراقبه في خلواتك وفي علانيتك. أنت بإمكانك أن تربي أولادك على طاعة الله عز وجل وعلى المنهج الصحيح وعلى الإسلام الصحيح الوسطي المعتدل. أنت بإمكانك أن تقود مكتبك ومنظمتك وعملك إلى ما يرضي الله عز وجل. أنت بإمكانك من مكانك أن تحارب الفساد والظلم، أن تحاربه أينما كان. فما خرجنا لمحاربة ظلم أكبر لنقع في ظلمات غيره من هذا النظام إلى غيره من الفصائل أو غيرها. نحن نحارب الظلم، وهذا ما أمرنا الله عز وجل به عند أي أحد وأي كان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات دون مظلمته فهو شهيد. دون مظلمته، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون مظلمته فهو شهيد. نحن بإمكاننا أن نهيئ وأن نعمل على جميع المستويات أيا كان ومع من كنت. والعامل الأهم يا إخواني في التغيير، أعود وأكررها، في بناء جيل يحمل الشعلة بفكر صحيح وقلب خاشع لله عز وجل. ربي أبنائك وربي تلاميذك في مدرستك حتى يقودوا هذا الإسلام ويكونوا هم أهله، لأن الله عز وجل ناصره. سينصر الله عز وجل هذا الدين، لكن ينصره بنا إن كنا أهلا، فإن لم نكن يستبدلنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تصلح أحوالنا وأن تلم شعثنا وأن تلم شملنا. اللهم فرج عن أهل الشام، اللهم فرج عن أهل الشام، اللهم فرج عن أهل الشام يا ذا الجلال والإكرام. فرج اللهم عن المسلمين في كل مكان. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم لم شملهم على ما يرضيك، اللهم لم شملهم على ما يرضيك. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. اللهم دمر بشار الأسد وجنده ومن عاونه وناصره. دمره وروسيا وإيران ومن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا كريم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إلى الحق والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا، ولا تجعلنا يا ربنا سببا لتأخير النصر. اللهم أعنا على خدمة دينك، اللهم اجعلنا من خدام دينك في كل مجالات حياتنا وفي كل ظروفنا وفي سرنا وعلانيتنا يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.